مرحبا بكم في قناة سوفت هوم دي زد. جيتكم اليوم بوصفة البيتزا، بيتزا الطاجين بطريقة سهلة اللي عندها فرن ماشي سخون بزاف. نعرفوا بلي البيتزا تحب الفرن سخون ولا مزروبة. دير هاد البيتزا بهذه الطريقة نتحصلوا على ألذ بيتزا بطريقة جد سهلة. نبداو بسم الله. في ريسيبيون نحط كاس ماء دافية، كاس حليب دافية، بياض بيضة، يعني كان عندي بياض بيضة في الفريجيدير، نتوما تقدروا تضيفوا بيضة كاملة، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة سكر، مغرفة كبيرة حليب بودرة اختياري أو لحظة، 2 مغارف زيت، ونخلط بالفوية يعني بالطريقة العادية، نخلط حتى يذوب هداك السكر. نبدأ نلم بالفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تجي يعني تتلصق شوية في اليدين. هذه الطريقة بزاف هايلة، تبعوا فقط المقادير والخطوات واكيد راح تنجحوا فيها. فوالا، وانا درت لكم واحد الطريقة يعني سهلة باش ترفدوها للطاجين، وحده مبتدئة ولا خفت الشكل تاعها يعني ما يجيش شباب، تبعي معي فقط الفيديو وتشوفي الخطوات. فوالا، هنا نلم باليد عادية، عجينة عادية تجي خفيفة، ما لازمش يعني تجي حاكمة روحها، لازم تجي تتلصق في اليدين. هذا هو السر تاع البيتزا هذه. وبعد نضيف هنايا مغرفة كبيرة مارغرين طرية، ونبدا نعجن فيها. في الاول تشوفي بليك هذيك العجينة تتقطع عادي، ما تخافيهاش، كملي اعجني فقط، وتبدا تلم روحها وحدها، وتبدا يولي السطح تاعها املس. هايليك نخلوها تخمر، نغطيوها نخليوها تخمر. الا كان عندك الوقت خليها تخمر 2 خطرات، الا ما كانش خليها خطره واحده. هايليك بعد ما خمرت نحيوها من الغيسيبيون. هذه شفتوا العجينه جات طريه. الا تلاصق بين يديك ولا دهني شويه برك يديك بالزيت، ماشي بزاف، ما دهنيش مليح باش بك يعاونك تلميها. نقسمها، هنا خرجت لي 3 خبزات. الا حبيتي ديروهم خبيزات صغار نقدر نخرج لك 4. الا حبيتي تصغري ولا حبيتي تكبري هذاك اختياري. انا نعاونوا روحتينا بشويه فرينه، نرشوا الفرينه ونبدا نحلها. انا درت الطرف شويه خشن، مي انت حبيتي تجي يعني السطح واحد، يعني ما يجيش هذوك الطرف خشن، كاين اللي ما يحبهمش وكاين اللي يحبهم تاني يحشيهم بالفرماج، كما حبيتي هذاك اختياري. هاد الطريقة نبداو في الوسط ونخليو الطرف شوية طالعين، خليهم شوية طالعين باش يجي الشكل تاعها. ولا حبيتي تحشيها بالفرماج حليها عادي بالحلال، ومن بعد في الطرف حليهم وبداي تغلقي عليهم، تغلقي على هذاك الفرماج. يعني هذا اختياري كما حبيتي، انا نوريك الطريقة اللي درت وكل وحده دير كما حبت. يقعد هذا ابداع تاعك اختي في الكوزينه تاعك، كما حبيتي ابدعي، والفكره اللي جاتك ابدعي فيها. فوالا، هاي ليك نبسطوها عاديه. هنا باش تسهل علينا ننفذها فوق الطاجين، انا قطعت بابي كويسون، يعني قيس الخبزه تاعي نرشها بالفرينه باش يسهل عليا يعني من بعد نحيها. فوالا، هاي ليك بعد ما نرفدها فوق هذيك الخشبة هذيك ولا اللوحة،
باش تعاون ترفديها بسهولة وتحطيها فوق الطاجين. جبدي برك هداك الورق وحطيها في الطاجين يكون سخون على نار هادئة. ندير لها الصلصة. كي تشوفي هادوك الفقاعات بداو يخرجوا، ديري لها لاصوص طوماط ولا صلصة الطماطم. فوالا. انا هنايا درت طون. انتي واش عندك في الدار؟ حبيتي ديري مرقد، حبيتي ديري فيونداشي، يعني كل واحد واش يحب. انا درت هنايا زوج خبزات بيتزا، وحده بالصلصه البيضاء وحده بالصلصه الحمراء لاصوص طوماط عاديه. نرشها بالفرماج. هنا من جهه اخرى نكون سخنت الفرن، شعلته من تحت، ومن بعد كي يسخن مليح طفيت من تحت وشعلت من الفوق. والسنيوه تاعك قربيها شويه للفوق، يعني تكون في وسط الفرن، ولا خليها غير هذيك البيتزا كي تولي تشوفيها من تحت ولات شويه خدات اللون. ومن بعد نتيا ارفديها ديريها في داخل الفرن في سنيوه داخل الفرن. كي تشوفي السطح تاعها ولا احمر نحيها. هذيك الخبزه الثانيه بالصلصه البيضاء. انا درت كريم فريش، لازم تكون ثقيله ماشي هذيك الخفيفه الخاصه بالطبخ، ثقيله. وزدت قليت شويه بلونت بوليا ولا صدر دجاج مرحيه في مقله، واني نضيفهم من الفوق. يعني هذه ما نديروهاش يعني باللحم، ولا من الافضل يعني الصلصه البيضاء بالدجاج احسن. ونديروا لها الفرماج وندينوها بالزيتون كحل على حسب المتوفر. هاي لك البيتزا تاعنا حاضره، هايله بزاف بنينه والله. يعني جربوها 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 واعطولي رايكم. فوالا. نتمنى عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ابعثولي ارائكم، اكدولي على البنه بزاف بنينه بزاف بنينه بصحتكم. كل وحده جربتها بصحتها. نتلاقاو في وصفات اخرى. سلام.